السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كأس العالم قطر 2022، قمة الكرة في العالم. صفوة لعيبة الكرة في العالم. المستويات الحقيقية، كرة القدم الحقيقية اللي احنا مستنيينها بشغف، مستنيينها بعد أسبوع من دلوقتي. افتتاح مباريات كأس العالم قطر 2022 يوم الأحد 20/11 بين قطر والإكوادور. قطر 2022، الخبراء الخبراء بتوع الكورة طبعا بيصنفوها انها هتبقى اقوى بطولة كأس عالم اتنظمت على مدار تاريخ كأس العالم كله. احنا منتظرينه بشغف. كأس العالم قطر 2022، عارفين ان هم 8 مجموعات، فهنستعرض معاكم دلوقتي المجموعات المشاركة في كأس العالم، الثمان مجموعات بالأسامي، وكل يوم هنتكلم عن مجموعة من المجموعات والفرق المشاركة وأهم اللعيبة ومستوياتهم وتصنيفهم على مستوى الفيفا. طبعا اتقسمت البطولة بتضم 32 فرقة، اتقسمت ل 8 مجموعات. نسرد دلوقتي المجموعات عشان نبقى حافظينها وعارفينها ومتابعينها من قريب. طبعا المجموعة الأولى عارفين مجموعة البلد المنظم قطر. قطر معاها الإكوادور، معاها السنغال ممثل أفريقيا، معاها هولندا. يبقى قطر، الإكوادور، السنغال، هولندا. المجموعة الثانية إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز. إنجلترا، إيران، الولايات المتحدة، ويلز. المجموعة الثالثة طبعا تهمنا عشان وجود بلد عربي فيها: الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا. الأرجنتين، السعودية، المكسيك، بولندا. المجموعة الرابعة فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس. برضو احنا هنعمل فوكس على المجموعة دي طبعا عشان تونس الشقيق. فرنسا، استراليا، الدنمارك، تونس. المجموعة الخامسة بتضم اسبانيا، كوستاريكا، المانيا، اليابان. المجموعة تبان دي ان هي اسهل مجموعات كأس العالم نسبيا، الاسهل عشان اسبانيا والمانيا، بعد كده كوستاريكا واليابان. المجموعة السادسة برضو مجموعة عايزة تركيز مننا عليها لوجود المغرب الشقيق فيها: بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. مجموعة قوية فعلا. بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. وهنا عرفنا دلوقتي مصر او بلجيكا هتلاعب مصر ليه؟ عشان تاخد على اسلوب لعب شمال افريقيا المتمثل في المغرب اللي هتبقى معاها في المجموعة. يبقى بلجيكا، كندا، المغرب، كرواتيا. المجموعة السابعة مجموعة برضو قوية نركز عليها لوجود فرقة أفريقية طبعا برضو تهمنا: الكاميرون. المجموعة طبعا بتتصدرها أو بتضم البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. البرازيل، صربيا، سويسرا، الكاميرون. المجموعة الثامنة والأخيرة برضو مجموعة ليها قوتها برضو: البرتغال، غانا، الأورجواي، كوريا الجنوبية. البرتغال، غانا، الأورجواي، وكوريا الجنوبية. هم دول ال 32 فريق اللي هيلعبوا بطولة كأس العالم قطر 2022. 8 مجموعات في منتهى القوة، حرفيا في منتهى القوة، في انتظار المتعة الكروية، في انتظار حلاوة اللعب، في انتظار الكرة الحقيقية، في انتظار نجوم العالم. يعني طبعا حدث ولا حرج، أسامي بقى رنانة من العيار التقيل. في انتظار فرقنا العربية، في انتظار فرقنا الأفريقية. بنقول كده من دلوقتي إن نسبيا أضعف مجموعة أو تعتبر المجموعة اللي يعني سهلة بالنسبة للفرقتين اللي فيها اللي هيتصدروا أول وتاني، اللي هي المجموعة الخامسة اللي هي أسبانيا، كوستاريكا، ألمانيا، اليابان. طيب احنا النهارده بنستعرض مع بعض المجموعة الأولى. المجموعة الأولى طبعا قطر الشقيق تهمنا طبعا كدولة منظمة وكدولة بتشارك للمرة الأولى في كأس العالم بصفتها الدولة المنظمة. طبعا قطر تعتبر ال 55 عالميا. طبعا مشاركتها هي الأولى على المستوى الآسيوي. طبعا يعني في مستويات قدمتها دولة قطر، مستويات يعني معقولة. مدربهم طبعا فليكس سانشيز بيحشد كل أسلحته لمباراة الافتتاح اللي هيواجه فيها الإكوادور.
الإكوادور ال 44 عالميا، طبعا مدربهم جوستافو ألفارو، واتأهلوا لكأس العالم 4 مرات، اتأهلوا لكأس العالم 4 مرات بما فيهم 2022. فطبعا مباراة الافتتاح يوم الحد الساعة 6 هتبقى بين قطر والإكوادور، وهتبقى مباراة قوية. طبعا فرقتين التانيين عندنا السنغال طبعا ممثل الأفريقي اللي اتأهل على حساب مصر. طبعا السنغال تعتبر ال 18 عالميا وفي الصدارة الأفريقية، واتأهلت 3 مرات لكأس العالم بما فيها قطر 2022. طبعا هولندا الطواحين الهوائية، طبعا حدث بقى ولا حرج. هولندا طبعا الثامن عالميا، مدربهم لويس فان خال. طبعا مشاركتهم او في مشاركات كأس العالم 11 مشاركة في كأس العالم. انتظرونا بإذن الله كل يوم نتكلم عن مجموعة من المجموعات، بناخد نبذة عن كل فرقة، واحنا ان شاء الله في انتظار كرة الجميلة الممتعة اللي كلها يعني زي ما بيقولوا مهارات، كلها أسامي، في انتظار كرة القدم الحقيقية. إن شاء الله تنتظرونا في كل ما هو جديد على قناتكم، وما تنسوش دعمكم لينا باللايك والشير والسبسكرايب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.